يا رب. ما شاء الله ما فيها لا زفرة ولا شيء. عاطي لون للمقلوبة. راح نبلش بالمقلوبة. احنا بنكون ناقعين الافخاذ بالمي والملح والخل. هلا بننظفهم منيح. بعد ما غسلنا الافخاذ بنقطعهم. انا بحب افصل يعني الدبوس عن الكستريتا. رفعنا الفروج على الغاز بس تطلع عنا الزفرة، مش الزفرة، وبعدين بنحط المنكهات. بنقشر الباذنجانات. طبعا هالاكلة طيب الباذنجان البلدي. قطع الباذنجان. لازم نرش ملح على الباذنجان مشان تطلع عنا السوائل كلياتها، يعني عشان نكسب امتصاص الزيت اللي يكون قليل وقت القلي. بنرش ملح. بعد ما مرق على الباذنجانات ربع ساعة بدنا ننشفهم إجباري، يا على شقفة من عندكم، أي شقفة ما بيأثر، أو إذا كان متوفر عندكم محارم مطبخ سميكي كمان بيمشي الحال. إن شاء الله ما فيها لا زفرة ولا شيء. ننزل عليها بالمطيبات، ورقتين غار، كمشة قرنفل وقرفة وحبتين لومي وحبة بصل. هلا نسكر النار واطية عليهم، تقريبا بدهم ثلث ساعة بيكونوا مستويين معنا. هاي الباذنجان لازم يكون الزيت اكيد غزير شوي. اما بالنسبة للرز انا غسلته وناقعه، بده نقع نص ساعة. رز بسمتي حبة طويلة. اللحمة قبل ما تستوي تقريبا مشي 10 دقائق ونحط عليها الملح. بالنسبة لمية الفروج اللي بنحطها فوق المقلوبة على الآخر، يعني فوق الطبخة نهائيا، بنشيل شوية مي من زوم الفروج، طبعا نص ملعقة هال، ملعقة بابريكا حلوة أو حرة بدكم إياه، 3/4 الملعقة فلفل أسود. أما بالنسبة لحتى تكسب اللون الأسود الفاتح بالطبخة، بالنسبة لحبات الرز بدنا نحط ظرف نسكافيه. طبعا نسكافيه سريع الذوبان. هلا بنحركهم. هلا مرحلة تطبيق المقلوبة. ألف تحية وسلام لشعبنا الفلسطيني. أنا حاطط بكعب الطنجرة عبارة عن قرص بندورة، بعدين بنسطر الباذنجان. خرجونا عم نشتغل بلا كفوف لأنه أكل منزلي يعني بيتوتة. هلا بننزل الفروج. وهلا طبعا الرز أنا عندي منقوع قبل بنص ساعة. هلا بننزل بالتبلة الرئيسية. الله الله على ريحة النسكافيه. ننزل فيها شوي شوي بحيث ما يطلع معنا. على الجوانب على حرف الطنجرة. وهلا بنغمرها بالمي. بسم الله. انا بس اطبخ الرز، حصرا الرز دائما بس بدي اطبق اي شيء بحب احط تحته طنجره مشان تتوزع النار على كل الطنجره. هلا هيك بنوطي الغاز على الاخر. استوت المقلوبه الفلسطينيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا رب. الله على هاللون وعلى هالريحه وعلى هالمنظر. ناوليني ملعقه. من وين بدي بلش؟ بسم الله. بس عن جد نسكافيه عاطي لون للمقلوبة شي خيال. اللحمة رايحة نيفا. صارت من ايديكم على القناة، لا تنسونا وادعمونا بالتعليقات وباللايكات الحلوة تبعتكم. كان معكم الشيف علي. صح ولا